السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، معاكم أختكم في الله مامة عمر وكريم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض سلطة الدقوس اللي عملتها مع الكبسة. وانتوا طلبتوها مني بقى ان انا اعملها لكم فيديو لوحدها، فقلت حاضر. لازم اعملها معاكم. هي سهلة جدا وبمكونات بسيطة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. مكوناتنا ايه يا جماعة؟ انا معايا 3 ليمونات، ومعايا 3 فصوص توم كبار، ومعايا قرنين فلفل مقطعاهم صغير، معايا 4 حبات من الطماطم مقطعاهم صغير، معايا حزمة من الكزبرة. طبعا الكزبرة هي بيبقوا عودين 3 لو الحزمة كبيرة، لكن طبعا الكزبرة اليومين دول قليلة خالص. ومعانا معلقتين من الخل، ومعانا معلقة من الصلصة البيور، ومعانا البهارات بتاعتنا. كزبره ناشفه معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معايا ملح، معايا معلقه صغيره من الكمون. والمفروض ان يكون عندي نعناع فريش، بس انا بصراحه ما كانش عندي فهعملها بالنعناع الاخضر. تمام، يعني لو موجود نعناع اخضر يفضل، وتشيلي خالص النعناع الناشف. تمام كده، يلا بينا اقول لكم بتتعمل ازاي. يلا بينا. كل اللي هعمله هجيب الكبه بتاعتي، هنزل بالخضار بتاعي ده كله، كل المكونات اللي انا قلتها لكم هنزل بيها في الكبه، وهفرمها فرمه كويسه جدا. هفرم الحاجات بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها دي، كل الخضار اللي قلت لكم عليه، وهحط عليه كمان البهارات والصلصه كله ومعلقتين من الخل. هفرمهم في قلب الكبه وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. زي ما حضراتكم شايفين كده، انا خلطت كل المكونات بتاعتي وحطيت عليها الليمون وحطيت عليها كل حاجه والخل وكله. انزل بقى كده ايه بشويه ميه ساقعين، حوالي ايه كده كوبايه، نظبط كده بيها ايه السلطه بتاعتنا لحد ما نشوف السمك اللي احنا عايزينه. السمك بتاعها بتالي كده بقى حلو قوي، وظبطت الملح بتاعها وريحتها ايه تجنن. وبكده نكون خلصنا السلطه بتاعتنا. ايه رايكم فيها يا جماعه؟ ريحتها وطعمها تجنن، والله العظيم تجنن. طبعا تحطيها جنب اي اكل هتفتح النفس جدا بصراحه، يعني من الاكلات الجميله بجد، من السلطات الحلوه. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه. ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.